طبعا اي شغل تنظيفه تشتغلينها لازم تكوين، وراها تكوين حتى تاخذ استقرارها وتعطيك جماليه. اجي اسحبها بهالطريقه هذه. شوفي لي شلون طلعت عندي وبعدلها كوي. اجي اخذ الاطراف خياط هالشكل هذا، واجي ايضا راح اخذ منه حتى اجي اقص الزايد. هسه طلعت عندي مساويه 100 اجي اقص الزايد. شوف شلون طلع عندي بعدنا ما كاويها. شوف شلون طلعت عندي على من على القصه اللي قصيتها كقالب للقناع. هسه كملت هاي. نجي للظهر حتى تبقى عندنا فقط ردان ان شاء الله وركبه لكم. تكون جدا يكون فكرنا ونظرنا كله على الردان. هاي جت بيدي. هنا انا قصيت الظهر. هذا الوجه نتاكد منه. شوفي لي هذا الوجه. هنا دائما تنتبهين لي على الزغرفه. الزغرفه تخلين نفس الزغرفه. شوفي نفس الزغرفه من السبطينها تكون مساويه. هذه الزغرفه اللي تكون مساويه هنا راح تكون عندي هذه تكون بالنص. هذه راح تكون بالنص كنقطه نيشان، يعني هذه تكون سنتر النص. ما احدد واقص شلون ما كان وراح يصير عندي هذه نصها هنا راح يصير نشاز بالظهر. انت لازم تنتبهي لي على هاي الفقره. اجي اطبقه بهالطريقه هذه واحدد قبل لا اطبقه. تنتبهي لي على الوجه. الوجه وين؟ جدته. هذا الوجه هنا حددت. هذا المنتصف. شوفي لي هذا المنتصف حددته. بعد ما حددته راح اجي من النص. انا هنا كاسرها بكوي. هذا النص بهالطريقه هذه. اجي اخيط بهالشكل هذا. وارجع من النص. انت العايشه المصممه هدى، شكرا لك اخيتي، نورتي. كل الهلا بيك. هنا علمت منك الخياطه، شكرا لك. شوفي لي هذا راح يكون بالظهر. هذا يكون بالظهر. واو تصير والله حلو هذا والله كأنه ظالمه. كأنه سياج ما ادري. كأنه سياج. اي والله كأنه سياج محجر. تلعاشه هذا رياضه. هذا الظهر. اي والله مو الله عليكم. وكان سياج الامام وكملت الظهر. عم السؤال مبدعين. هاي وراك صوره؟ والله ما ادري. هذا بناتي جابوني. اسمه تردين تسوين صوره عادي. وين راح اجيب من الصور وابيع. شوفي هذه قصيته من يمه راح يكون بالظهر. هسه نجي نكسر. شلون نكسر؟ اجي اجيب المحجر. هذا رف مال بكراتي. وعليكم السلام ورحمه الله. البش كم متر؟ قياس المسطره سويته 8 سنتيم. تمام.
شوفي لي هذه المنتصف ليش كسرته؟ لان قللت به حتى اعرف الظهر. شوفوا قللت بالظهر حتى الظهر يصعد عنده. ثاني فقره ليش حددت النص؟ حتى الكسرات اريدها بهالطريقه نازله والظهر بهالطريقه اريدها نازله، ما اريد صفحه واحده يعني صفحه يعني النازلات. باللبس راح ينزل الكسرات راح تنزل بهالطريقه هذه، راح اسوي الكسرات انتبهي لي بهالطريقه نازله والظهر راح تكون بهالطريقه نازله. انتبهي لي نتاكد. من الوجه هذا الوجه هسه بعدين نعدل هذه نساويها. اجي اكسر بهالطريقه هاي مثل ما قلت لكم، انطي مسافه 3 سنتيم. هاي المسافه اعطيها 3 سنتيم ما اكسرها. ليش؟ لان حتى تتخيط عندي. تركت اجي اكسر بهالطريقه هذه. شلون راح تكون التكسيره مالتي؟ نازله. شوفي شلون راح اخذ قياس مضبوط. شلون راح تاخذون قياس مضبوط؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. طول الطول حسب الطول انت اللي تردين. انا ليش كبرت بالمسطره؟ لان الطول عندنا قياسه 20 سنتيم، قياسه 20 سنتيم، فطولت المسطره. اذا يكون عندي الطول شويه اكبر راح اقلل بالمسطره. اجي اكسر بهالطريقه هذه. شوفي شلون جاي اكسر. هنا حتى اخذ المسافه اللي اريدها بعد. هسه تمام، لحد هاي اللحظه تمام. اخذت القياس المضبوط وجاني لغز. الله يلغزكم ان شاء الله. فقط من الردان، انا اخذ من الردان، انا اخذ من الردان فقط اقص، ما اقص من البدن لا. وهذه فيديوهاتي اللي موجوده كلهن شارح بيهن. خذت قياس باعلي، خذت قياس هاي الكسرات اللي تكون نازله. اوصل للنص ايش راح اسوي؟ شوفي اخذت المنتصف، راح ابدي الكسرات تكون عكس. هذه راح تكون عندي عكس لانه باللبس راح ينزل كسرات. شوف الكسرات، لا تكلف روحك. نورت علي. شوفي اللي قلت لكم عليها بعد ارادي. شوفوا البكرات خاطر ربكم شلون اغطيهن. وتاليتني وقعن علي بالله ويفشلني. سموني شهيد البكرات. والله حتى صارت بي خوفه بس اباوحك، كل ما خيط اباوحك، كل ما اسمع صوت استغفر الله. هسه كملت باوعي. اجي اخيط، ابدا من النص باوعي. النص اللي قلت لكم عليه بهالطريقه هذه.
شوفي، شوف ردان شلون طلعت عندي. العايش. هسه ايش اسوي؟ اجي اقص الزياده اللي مطيها انا راح اقصها بهالطريقه هذه. حبيبي على الخياط نورت، كل الهلا بك خي الغالي. اجي اقص الزايد، هنا صفيته بعد، اجي هنا هم راح اصفيه. تشبه واحد ابو احمد ضياء، ابو احمد يبيع بقوليات. الحمد لله والشكر بقوليات. ايش وين صاير هذا؟ قلت لكم اجي اصفيه الزايد. يشبهك بدية الصدر. شوفي لي ردان ايش طلع. لا طاووس مو اجي هنا اساوي التول مثل ما قلت لكم. كويتي اخذ استقراره. هنا كملت ما عندي شيء، والظهر ايضا كويناه. هنا بقت عندنا بس نثبت. شوفوا خلي نثبت هذه. قيسا ايش قد؟ هاي الزيادة ناخذها. اجي اصفطها بهالطريقة هذه. قبل لا هاي راح نصف الظهر والامام، راح نسوي به شنو؟ حتى هاي النفخة تروح. بس الردان ما راح اخذ منه لين كسرات، لان ايش ما تاخذي منه هو كسرات تنزل. راح اجي اصفيه بهالطريقة هذه. هنا ايش قد عندي؟ ايش قد عندكم؟ 30. هسه 30 شو تسوون؟ نصفيه شوي منه. اذا 30 اذا 28 تقسمونها على 2. تمام؟ بهالطريقة هذه، وراح تكضونه بهالطريقة تقسمونه على 2. شوفي قسمينه على 2، يعني هنا عندي
15 بهالطريقة. راح ادخل سنتيم واحد من النص، سنتيم واحد، وابدا بالصفر، وهنا اقص بهالطريقة هذه. شوفي لي، ابدا من هنا منطقة الصفر، اجي هنا وراح اجي اباوقها بهالطريقة هذه. شوفي لاي دوران، هذا راح تسحب لك منطقة الصدر. هنا بعد ما كملت نجيب القناع. القناع منو شايفه؟ وين خليت؟ هذا والله لابد لبده. شوفي عندي هذه العصارة، أنا أستخدم لها هذه العصارة، يعني هذه العصارة جدا قوية. تمام، هاي العصارة جدا قوية، أنا أستخدمها بدون خياط. تردون تقونها بخياط بعد كيفكم. والله ما أعرف ليش قيدوه، جوز مبلغين عليه، جوز اكو هواي عالم الضوج شوي فيبلغون. فعالم ترى الضوج من فعل الخير، ما عبالك كلها. شنو هاي العصارة؟ هاي العصارة مال جيلاتين، يعني استخدمها للجيلاتين. يبلغون يعني اكو شغلات، يعني احنا جاي نضرب مصالح. هاي العصارة استخدمها بهالشكل هذا من المنتصف. اذا عندك مثل ستراس ما يتخيط، ربي يوفق الجميع ان شاء الله، ما يتخيط، هاي العصارة جدا مفيدة. هاي تقريبا 3000. ايه هاي اكو تقليد، بس هاي الاصلية، هاي الاصلية. شوفوا اكو اماكن هسه ما تتخيل، هاي عند اماكن ما تتخيل، لان الستراس الفصوص تكون قويه ما ينداس عليهن. حتى البايه الشذر، انتم عبالكم البايه الشذر كل شيء تخيل. البايه الشذر تفوت بمناطق ضيقه، يعني مو تصعد على شو اسمه، هي ما لها دخل، هي الابره تنزل. خليها هسه تنشف شويه. نزل السلاسل وابدا اساوي بهالطريقه هذه. شوفي لي، اجي اكوي. اول خطوه نخلي هاي منطقه كبيره ابو علي، نخليها بالامام. اللي هو تعدي ب65 وعدي ب50 وعدي الصغير ب12. هاي المنطقه الكبيره اللي قلت لكم عليها راح اخليها بهالطريقه هذه. راسلين انا ادبر لك وحده. لا كملت وحده.
هسه كملت، راح اضربن اوفر طبعا وارجع لكم. شوفي لهاي الحفرة، شوفي لهذا الباترون 10 موديلات سعرا 10,000 دينار. اشتغل اكثر من مرة. يعني انا مو دائما ابيع، هذا سعره 20,000 كابوي تول. هي بس القناع انا ماخذه ب3. والله زين وانا اقول لك اجي الزمه بهالشكل هذا قبل النهايه، هالطريقه هذه. بس خليني اطلع عن المكان وانتم راح تشوفون. عاشت ايدك والله كلش حلو. طول عايش ابو علي. شوف الكسرات اشعاع. واهم شيء كسرات. ايه العاش يلا. تشوفون الظهر، قولان شوفوا لي هذا يسمونه ابو المحجة، مترتين يكفي، مترتين كلش حلو يطلع. ماشي من ننزل من اللايف راسلك. عاشت ايدك والله كلش حلو. عايش. ويمكن مو واضح. لا واضح كلش حلو. منه خيط مسطرة بالكتف تصير خنقة، ليش؟ شنو سببها؟ تقص منها زايد. يلا يعني ان شاء الله استفاديتوا من المعلومات، ومثل ما قلت لكم اللي يريد هذا التول، اللي يريد مساطر باترون 10 موديلات سعرها 10,000 دينار. الاوتي الصغير سعره 12,000، هذا يشتغل على الشحن، يشتغل على المولده ويشتغل على الوطنيه. هذا شوفوا اقتصادي اللي اشتغلت به يراسلنا على هذا الرقم الموجود. وموجود اوتي باسستر الاصلي وكاله سعره 65 وعنده ب50، اثنين هن نوعيات راقيه ابو الدبه. اللي يريد يراسلنا على هذا الرقم الفوق موجود، وان شاء الله انا اوفره، وموجود توصيل جميع محافظات العراق. واللي يريد هاي طبعا سعرها 20,000 كابوي. اللي يريد يراسلني ويتدلل. شكرا لكم حبايبنا، انتظرونا ان شاء الله باعمال جديده ودعناكم. لا تنسون اذا استفادتوا من الفيديو من المعلومات لا تنسوا قراءة سورة الفاتحة الى روح والدتي. الله يحفظكم. شكرا، تصبحون على خير احبابي، ربي يحفظ الجميع.